تعالي بقى اقولك ازاي تطلعي الفراخ، اللهم بارك ما شاء الله، زبدة ودايبة دوب زي ما انت شايفة كده. جربي الفراخ بطريقتي وصدقيني مش هتندمي. شايفين ما شاء الله اللهم بارك، دايبة دوب زبدة. شايفين ما شاء الله اللهم بارك. احلى صينية فراخ ممكن تعمليها والريحة جايبة لاخر الشارع، هايلة. شايفين ما شاء الله، شايفين دايبة دوب، شايفين عاملة ازاي. جربيها بالطريقة دي وصدقيني مش هتبطلي تعمليها غير بالطريقة دي. سهلة جدا وبسيطة جدا والنتيجة هايلة. علشان تعملي صينية فراخ تطلع معاكي زبدة كده وريحتها تجيب اخر الشارع، عندي هنا فرخة متقطعة 4/4 منضفاها كويس جدا، وفاتحة الصدر كده اتنين شق اتنين عشان التتبيلة تخش فيها. عندي هنا صينية فيها بطاطساية بصلاية طماطماية فلفلاية. عندي هنا بقى للتتبيلة طماطمايه فلفلايه بصلايه نص ليمونه ورق لوري 4 فصوص من الثوم 3 فصوص من الحبهان. هي دي بقى التتبيله بتاعتنا. تعالوا نشوف بقى نشتغل ازاي. اجيب بقى هنا الكبه بتاعتي او الخلاط اي حاجه، هنزل بقى فيه بطماطمايه فلفلايه على طماطمايه على بصلايه زي ما اتفقنا، و3 فصوص من الثوم. ماشي، انزل بالحاجات دي كده في الكبه، طماطمايه وفلفلايه وبصلايه وورق لوري و3 فصوص من الثوم، فصين من الحبهان، وعصره نص ليمونه كده. التتبيله دي جباره. وطبعا بشويه كده من الخل عشان يخلي الفراخ بتاعتنا طريه متبقاش ناشفه ولا بتشد معانا. السر كله بقى عندي في ريحه الفراخ وفي لونها. السر ده الصويا صوص. هنزل كده بشويه من الصويا صوص، بتدي للفراخ لون رهيب وريحتها بتبقى جايبه اخر الشارع. ضيفيها على المشويات بتبقى جميله جدا. وطبعا عندي معلقه كبيره من الملح، وطبعا شويه من الفلفل الاسود. ماشي، دي تتبيله يا جماعه، يعني ظبطيها بصي روقي عليها كده. وشويه من السبع بهارات، مش هتقولك لا، برضو تخلي الفراخ ريحتها حلوه جدا، مش كتير يعني. ونص معلقه طبعا من البابريكا، حوالي نص معلقه كده او معلقه ممسوحه يعني من بهارات الفراخ. وحوالي معلقه كده من معجون الطماطم او كيسين كده من الكاتشب. زيي انا ما عنديش معجون طماطم دلوقتي بصراحه، الصلصه مش عندي مش متوفر، فمش هوقف الدنيا يعني، هحط كيسين من الكاتشب. وهنزل بقى على الخلطه الحلوه دي بحوالي نص كوبايه من الميه كده عشان نسهل الضرب بتاعهم. يلا بينا نضرب. هنا بقى بعد ما ضربنا المكونات بتاعتنا في الكبه، هنزل بشويه كده من الزيت طبعا عشان يحمر لي الفراخ بتاعتي ويديها لون حلو. ده يا حبايبي بقى الشكل التتبيله بتاعتنا. تعالوا نتبل بقى الفراخ. هجيب بقى الطاجن بتاع القمر ده وهحط فيه بقى شرايح البطاطس كده زي ما انتم شايفين. احط كده طماطم وفلفل وبصل. الخضار ده بيبقى لذيذ قوي تحت الفرخه، ده لوحده بصي كفيل يوديكي في حته تانية خالص يعني ما شاء الله. بنص رغيف كده وحاجه عظمه بجد، بتبقى احلى من الفراخ نفسها. اصلا البطاطس اللي بتبقى تحت الفرخه دي والله بتبقى احلى من الفرخه نفسها. مش عارفه ازاي، انا ما كنتش بحبها بصراحه، بس مره قيست كده قلت طب ما انا اجرب كده كل الخضار ده بعيش. بصراحه لقيته في حته تانية خالص. من ساعتها بقى وانا ما بطلش اعمل فرخه لما احط تحتها خضار زي ما انتم شايفين كده. طبعا هنتبل البطاطس بتاعتنا دي بشويه كده من الملح والفلفل حبه صغيرين، وادي رشه بسيطه من الملح بس عشان تبقى حادقه كده ونحب ان احنا ناكلها متبقاش مايعه.
هنزل عليهم بشويه صغيرين كده من التتبيله بتاعتنا كده، يعني ايه، حبه صغيرين خالص زي ما انتوا شايفين كده. وهجيب بقى الفرخه بتاعتي، ماشي، هفتح الصدر كده، شايفين ان شاء الله، اللهم بارك. هفرد كده الفرخه بتاعتي كده، شايفين ما شاء الله، اللهم بارك. انا مفتحه الفرخه بتاعتي كده من غزاها بالسكينه عشان التتبيله تخش فيها تسويها. هنا بقى يا حبايبي حطيت الفرخه بتاعتي كلها في الطاجن، وهنزل عليها بقى كده بالتتبيله، ماشي. واحاول ادخل التتبيله كده في الورك بتاعنا، شوف الصدر كده، شايفين ما شاء الله، شايفين اللهم بارك. وطبعا نسيب كده الورك بتاعنا ونحط فيه كده حبه من التتبيله عشان تخش جوه الورك، تسوي لي الورك، عشان يبقى لما اجي اكل كده يبقى التتبيله كلها في الورك كله، شايفين كده ما شاء الله، اللهم بارك. حطيها بقى كده. هنا بقى يا حبايبي بعد ما تبلت الفرخه بتاعتنا كده ودخلت التتبيله فيها جوه كده زي ما انتم شايفين ما شاء الله، شايفين ما شاء الله، اللهم بارك. نحط لها بقى قرن فلفل كده قمر عشان يستوي معاها، شرايح الليمون الحلوه دي، شايفين ما شاء الله. ده الشكل النهائي للطاجن بتاعنا. فرخه جميله جميله جميله، جربيها ومش هتندمي والله، تتبيلتها تحفه. عايزه اقول لكم ان اللون الجميل ده ما شاء الله من الصويا صوص بيدي لون جميل جدا للتتبيله قبل وبعد التسويه. يلا بينا ندخلها الفرن ونشوف اما تطلع يبقى شكلها عامل ازاي. شايفين ما شاء الله، اللهم بارك. شكلها ولونها عامل ازاي، تحفه جدا. وده يا حبايبي بقى الفرخه بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن. عايزه اقول لكم ان الريحه جباره، ريحتها فظيعه جدا جدا ما شاء الله. جربيها ومش هتندمي. وطبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.